السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية. اليوم رح نحضر مع بعض حلا كتير سهل وبسيط وبنفس الوقت كتير لذيذ وبمكونات بسيطة من مكونين بس وبدون فرن وبدون غاز. وهلأ يلا نبلش. اليوم وصفتنا من مكونين فقط اللي هن علبة بسكوت، ورح نحتاج حبتين من الموز. بحتاج لهالوصفة انه تكون عندي علبة البسكوت مطحونة، فانا بلشت انه كسرهم لقطع صغيرة وبعدين رح اطحنهم بالبلندر. واذا متوفر عندكن الفرامة فيكن دغري مباشرة تطحنوهن على الفرامة. وحابة اذكركم فضلا وليس امرا، لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. والخطوة التانية رح اجيب حبتين الموز ورح اهرسهم كتير ناعم، والمفروض تكونوا حبتين الموز مستويين منيح. كل ما كان الموز مستوي كل ما رح يعطينا طراوة وحلاوة اكتر. وهالوصفة كتير رح يحبوها الولاد. الموز رح يعطيهم طعم خفيف وحلو ومغذي بنفس الوقت ومفيد لإلهم، وهي خيار ممتاز للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا حلا بدون ما يضيفوا سكر. هون حلاوة الموز رح تكون كافية بدون إضافة أي سكر. وهلأ الخطوة اللي بعدها رح ضيف البسكوت المطحون على الموز ورح حركهم شوي مع بعض بالمعلقة، وبعدين رح بلش أعجنهم بإيدي لحتى تتشكل عندي العجينة، ورح استمر بهالشكل لحتى تصير عندي العجينة جاهزة وطرية وسهل اني شكلها كرات. وهالوصفة ما رح تاخد منكن اي وقت، بدقايق بتتحضر معكن وبتصير جاهزة، وكمان ما رح تاخد منكن تعب، وكتير رح تعجبكن. جربوها وخبروني رأيكن بالتعليقات. وهلأ صارت العجينة جاهزة عندي ورح أبدأ بتشكيل الكرات. ما شاء الله قوامها طلع ممتاز وما بده أي تعديل أو أي إضافات. ومثل ما بتلاحظوا أنا عم شكل الكرة ما بتلزق نهائيا بإيديكم، وشوفوا بيطلع شكلها كتير ظريف. وانتوا عم تشكلوا الكرات حاولوا يكونوا تقريبا نفس الحجم لحتى يطلع شكلهم حلو بالتقديم. ريحتها طالعة بتشهي وقوامها بالضبط مثل ما بدنا اياه. وفيكن كمان تخلوا اطفالكن يساعدوكم بهالمرحلة، كتير رح يستمتعوا وهن عم يساعدوكم بتشكيل الكرات. وما بخبركن قديه هالحلا طيب ولذيذ وبدوب بالتم ذوبان. ومن علبة بسكوت وحبتين موز شكلنا اطيب حلا واسرع حلا. وهلأ انتهيت من تشكيل الكرات وصاروا عندي جاهزين. طبعا اذا حبيتوا تكون الكمية اكتر ففيكن تضاعفوا المكونات. وهلا جهزت تقريبا نص كاسة جوز هند مبشور لحتى أغمس فيهن الكرات ويعطوني شكل ناعم ومرتب. وطبعا إذا مو متوفر عندكن جوز الهند فيكن تستبدلوه ببودرة الكاكاو أو شوكولا سايحة، كمان بيطلعوا كتير طيبين. وهيك صاروا الكرات جاهزين عندي، وهلا رح دخلهم على البراد لحتى يتماسكوا كمان ولحتى يبردوا بصيروا ببردوا على القلب. وهيك صارت عندي النتيجة النهائية بعد ما دخلتن على البراد وبردوا، وقوامن صار بشهي وبياخد العقل، وريحتن كمان لا تقاوم. وهلا رح اقسمها لحتى تشوفوا كيف طالع قوامها من جوا متماسك وشي بشهي، وريحتها لا تقاوم وشي بيفتح النفس. كتير بنصحكن انه تجربوها، كتير رح تحبوها انتو ولادكن. وإذا جربتوها خبروني رأيكم بالتعليقات. وبنهاية الفيديو لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. سلام.